قناة سكولي هتقدم النهاردة رافيولي باستا، طبق إيطالي لذيذ جدا بأحلى حشوة شيش طاووق. هنعملها أحلى من المطاعم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد. لايك وشير الفيديوهات علشان نوصل لأكبر عدد من الناس. نتبل الشيش طاووق: ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، زعتر ناشف، بابريكا، كوباية لبن، خل أبيض. هننقع الشيش طاووق على الأقل ساعة. في القلاية الهوائية هنرش رشة زيت، هنحطه على 180 درجة 10 دقايق. هنقلب على الوش التاني، هنرش برضو رشة زيت و10 دقايق كمان على 180 درجة. هنفرم قطع الشيش طاووق في البروسيسور فرم خشن. هنحط جبنة شيدر، هنتبل بملح، فلفل اسود، بابريكا، كوبايتين صغيرين من الزبادي حوالي 220 جرام. كده الحشوة جاهزة. لعجينة رافيولي نص كيلو من الدقيق، 1.5 جرام من الملح، 25 ملي زيت زيتون، 6 بيضات هنضيفهم واحدة واحدة، وهنعجن لحد ما العجينة تلم. هنعجن بالإيد بالطريقة دي. هنحطها في ستريتش وهنسيبها ترتاح على الأقل نص ساعة. هنقطع العجينة لقطع متساوية. هنفرد كل قطعة على شكل مستطيل ونغطيهم بفوطة عشان ما ينشفوش. هنمسك قطعة ونفردها بمكنة المكرونة. هنبتدي في كل مرة من الأوسع للأضيق، وهنرش رشة دقيق كل مرة علشان العجينة ما تلزقش، وهنتوقف عند رقم 5 عشان سمك العجينة يكون معقول. هنقطع قطعتين متساويتين بنفس الحجم. على قطعة منهم هنعلم بالقطاعة الأماكن اللي هنحط فيها الحشو. هندهن بالمية على العجينة. هنغطي بالقطعة التانية. هنخرج الهواء علشان ما تتفتحش منا أثناء السلق. هنجيب قطاعة حجم أصغر، هنحدد على الحشو علشان أي هواء باقي نخرجه. هنقطع بالقطاعة الحجم اللي احنا عايزينه. للصلصة 2 مكعب زبدة حوالي معلقة كبيرة. هنحط شوية زيت. هنضيف بصلة مبشورة. هنتبل بالفلفل الأسود، معلقة كبيرة صلصة طماطم، زعتر ناشف، كوبايتين من صلصة الطماطم. هنتبل بالملح. هنسيبها على النار لحد ما تغلي، بعدين هنهدي النار عشان تتقل وتتسبك. مية مغلية عليها شوية ملح. هنضيف الرافيولي وهنسيبه بس 3 دقايق. هننقله للصلصة يكمل سوا من دقيقة إلى دقيقتين فقط. هنرش على الوش رشة جبنة. الطعم بقى ما اقولكوش حكاية، بجد لذيذ جدا. ودوقوا بقى أحلى رافيولي ممكن تدوقوه في حياتكم، وألف هنا.